أهلا بكم. في الحقيقة الخبز هذايا كثيرا ما نستعمله في الأيام العادية، قلت علاش ما نستغلش الوصفة لصنع خبز العيد. دونك ناخذ 350 جرام فارينة معهم 250 جرام سميد أرطب، نزيدوهم مغرفة صغيرة خميرة قطو في صحفة فيها الماء الدافي، نحطوا مغرفة صغيرة خميرة خبز مع الملح وشوية سكر، نخليهم 5 دقائق ثم نقوم بعملية العجن. لهنا العجينة متاعنا ماذا بينا تكون مول، يعني طرية وخفيفة. نرقدوا العجينة مع كاس كبير من الزيت ونغطيوها لمدة 40 دقيقة قبل ما نحطوها في فرن درجة حرارته 160 درجة مئوية. وبطبيعة الحال نجموا نزينوا خبز العيد متاعنا بحبة الحلاوة والسينوج وأشياء أخرى حسب الذوق. الخبز هذا يكون مرافق لأطباق العيد، وكذلك نجموا نستعملوه في مجالات أخرى حسب الذوق، كما اللحم المفروم المفوح بالتابل والكركم في الفلكحل والملح والبابريكا، ونحط عليه صلصة الجبن الشهية.